كيليان امبابي عم يدمر ريال مدريد حرفيا. يعني نحن مشكلتنا مش انه كيليان امبابي سيء، مش انه كيليان امبابي يعني وكأنه اول مرة بحياته بيلعب كرة قدم. فاشل على كل الاصعدة، يعني هو ماله ناجح ولا باي دور بقلب الملعب. ما بيعرف الا على يلعب الا على جهة واحدة، وحتى لما حطوه بهيدي الجهة غبي. وكمان بالرأسيات وبالضربات الحرة وبالتكتيك، وانه ما بيرجع بيدافع وبضيع ضربات جزاء ومهزوز وما عنده ثقة بنفسه وما بيعرف يراوغ. يعني كيليان امبابي صراحة ما بعرف كيف كان عم يلعب بباريس، لا وقاتل وكل هالمقاتلة من شأنه. بكل الأحوال أنا مش هيدا موضوعي. أنا موضوعي إنه أنت عم تدمر ريال مدريد حرفيا مقابل هيدا اللاعب الأرعن يلي جبته على ريال مدريد لحتى تخرب كل منظومته. يعني نحن شفنا هيدا الموسم أول شغلة عملتها إنك أنت ضحيت برودريجو، ضحيت فيه إعلاميا، ضحيت فيه حتى بالادوار يعني بالملعب. لانه رودريجو اول شيء يعني كانت تطلع البوستات رودريجو برا. اثنين، كمان رودريجو يعني طلع برا فينيسيوس ومبابي هن اللي عليهم الضوء. هي اول واحد راح من التشكيل اللي هو رودريجو، اللي هو من اهم ركائز قوة ريال مدريد. هيدي من جهة. من جهة تانية انت فينيسيوس جونيور هو نجم الفريق، هو دائما اللي عم يعطيك الحلول. اخر مرة لعبته مهاجم رأس حربة، بس كرمال انه كيليان امبابي يلعب محل ما هو بيحب. والاكثر من هيك انه فينيسيوس هو اللي صنع له الهدف لمبابي باخر مباراة. يعني هو اللي عمل الفرق بالملعب. ولولا فينيسيوس كان مبابي ما سجل، وكل اهداف مبابي بقلب الفريق كان سببها فينيسيوس، لانه كان يعطيهم على طبق من ذهب. وحتى ضربات الجزاء كان يتنازل له عنها. هي بالنسبة لفينيسيوس. كمان انت يعني خربت فينيسيوس وخربت رودريجو، وبعدهم انت خربت جود بلينغهام. مشان كيليان امبابي انت غيرت مركزه بالملعب. وهيدا الشيء اللي خلاه كمان يضيع، اللي خلاه يبطل يهدف، اللي خلاه ما يعرف يلاقي نفسه لاخر مباريتين. وهيدا الشيء كمان يعني دمر الفريق اكثر واكثر. انت ضربت ثلاث نجوم الركائز الاساسيه لريال مدريد كرمال هيدا اللاعب الارعن. يعني انا بشوف انه كيليان امبابي لازم يقعد على الدكه. لازم يقعد على الدكة. لازم يفهم كارلو أنشيلوتي إنه إذا ما قعدوا على الدكة الفريق اللي بناه بسنوات رح يضيع. يعني أنت عم تضحي بريال مدريد وعم تضحي بنجوم ريال مدريد كرمال هيدا اللاعب الغبي. وصح كتير عليه ضوء إعلاميا، وأنت لازم تلعبه مشان الضغوطات الصحفية والإعلامية، ولكن مش إنه تخرب الفريق كله. يعني كارلو أنشيلوتي عم يضحي بسمعة الريال وعم يضحي بسمعته نفسه، وعم يضرب النجوم اللي موجودة بريال مدريد. لهيك نحن مشكلتنا بمبابي مو بس انه هو سيء، وانما هو عم ينزع المنظومة كلها، عم يخرب النادي حرفيا. بيبقوا انتوا تعطوني رأيكم بالتعليقات. وسلام.